بيبدأ الفيلم ببنت اسمها إيما وهي قاعدة بتراقب كلب قدام بيت وبتقدر إنها تاخده للغابة، والكلب بيبص لها وما بيبقاش فاهم هي عايزة منه إيه، وهي بتبص له شكلها كده ناوي على حاجة. وبنعرف إن أنجلا عمة إيما أخدتها وهي صغيرة بعد ما أبوها مات وهي اللي ربتها. وبتصحى إيما علشان تروح المدرسة وبتبص في المراية وبتدرب نفسها إزاي تضحك وتتكلم ببراءة قدام الناس. وبعدها بتنزل تفطر مع أنجلا وجوزها روب وابنهم الصغير كيت، وبنشوف إن روب بيعملها كويس لكن مش عارف ياخد راحته منها في البيت. ولما بيخلصوا الفطار أنجلا بتوصلها لمدرستها، وبالصدفة إيما بتشوف في العربية إعلان عن مدرسة داخلية، فبتسأل عمتها عنها وهي بتقول لها إن روب لقى مدرسة داخلية التعليم فيها أحسن. وطبعا إحنا فاهمين هو عايز يتخلص منها وخلاص، وهم بيفكروا يقدموا لها هناك علشان تتفوق أكتر. بس في الحقيقة زي ما قلتلكوا كده عايزينها تمشي من البيت علشان يقدروا ياخدوا راحتهم. وساعتها إيما بتفهم إن روب متضايق من وجودها وبتنزل تدخل مدرستها وبتسلم على زميلتها ستيفاني، وبيروحوا فصلهم وبيبان إن إيما متفوقة والمدرسين بيحبوها. وبتدخل طالبة جديدة اسمها كاتي والمدرس بيعرفهم عليها، وبنلاحظ إن كاتي بتبص لإيما بنظرات غريبة. وفي تدريب الرقص المدربة بتقول لإيما تدرب نفسها أكتر وبتمدح في رقص ستيفاني، وإيما بتبقى متضايقة علشان عايزة تبقى قائدة لفريق الرقص. ولما التدريب بيخلص بتقوم إيما وبتدرب نفسها علشان تبقى أحسن من ستيفن. وفي طريقها للبيت بيقابلها زميلهم توم وبيعرض عليها إنه يوصلها، لكنها بتشكره لأن بيتها قريب. ولما بتروح بتلاقي روب مشغول وبتلمح كيت بيخرج من مكان اللعب بتاعه، وبتبتسم وبتطلع تبص عليه من الشباك وهو رايح ناحية حمام السباحة. وعلى آخر لحظة بتشوفه أنجلا وبتجري تشيله قبل ما يقع، وبتزعق لروب لكنه بيأكد لها إنه قافل باب البيت كويس، وهي ما بتهتمش بكلامه. وإم بتبقى سامعاهم ومبسوطة جدا وهم بيتخانقوا. وبعد شوية بيقعدوا يتغدوا وأنجلا بتلاقي الأكل مالح زيادة جدا، وروب بيستغرب لأن هو اللي عامله وكان ظابط الملح، وبيبقى حاسس إن في حاجة غريبة لكنه ما بيتكلمش. وتاني يوم إما بتروح المدرسة وبتبقى قاعدة مع أصحابها، وستيفاني بتشوف كيتي قاعدة لوحدها فبتعرض عليهم إنهم يروحوا لها ويعزموها تقعد معاهم. فبتقوم إيما لكيتي وبتعرفها بنفسها، وبتتفاجئ بكيتي بتقول لها إنها عارفاها كويس وبتكلمها بشكل وحش، فبتستغرب إيما من أسلوبها وبتمشي. والغريبة بقى إن إيما لما بترجع لأصحابها ما بتحكيش على حاجة، وبتقول لهم إن كيتي قالت لها تبقى تيجي تقعد معاهم في وقت تاني. وفي نفس الوقت بيكون روب بيوضب أوضة إيما وبيشوف السكينة بتاعته في حاجتها فبيستغرب. ولما بترجع إيما من المدرسة أنجلا بتبلغها إنها قبلت في المدرسة الداخلية، وساعتها إيما بتفهم إنهم خلاص خدوا القرار، وبتمثل عليهم إنها متحمسة جدا تروح مدرستها الجديدة. وبتطلع لأوضتها وهي متعصبة وبتحط وشها في المخدة وتفضل تصرخ، وبعد ثواني بتقوم تبص في مرايتها ولا كأن حاجة حصلت. دي مجنونة دي ولا إيه؟ وبالليل بتراقب روب من الشباك وشكلها ناوي على حاجة لأنه هو السبب إن عمتها تتخلى عنها. ولما بتنام بتحلم بنفسها لما كانت صغيرة، وبتشوف زميلها مايلو والمربية بتاعتها كلوي اللي هي خلصت عليهم وهي صغيرة. قلتلكوا تشوفوا الجزء الأول من الفيلم علشان تعرفوا قصته كويس. والصبح بتقعد مع أصحابها في المدرسة وبتنضم لهم كيتي وبتتعرف عليهم وبتقول لهم إنها جاية من المدينة اللي كانت إيما عايشة فيها، وكانت زميلتها في نفس المدرسة كمان، بس إيما ما بتبقاش فاكراها. وستيفاني بتعزمهم على الحفلة اللي عاملاها لفريق الرقص في بيتها، وبتأكد على كيتي إنها تحضر. وبالليل بتكون إيما بتساعد أنجلا وروب في تحضير العشاء، وبيسمعوا صوت كيت بيعيط فبتروح أنجلا تشوف، وروب بيقول لإيما تاخد بالها من الأكل لغاية ما يرد على تليفونه، وبتنتهز الفرصة وبتعلي على الأكل فبيتحرق. وأنجلا بتتعصب على روب فبيقول لها إنه قال لإيما تخلي بالها من الأكل لحد ما يرجع. فبترد إيما بكل براءة بإنها مش غلطتها هي لأنها اضطرت تدخل الحمام. فبتهدي أنجلا الخناقة بينهم وبتقول لهم إنهم هيطلبوا أكل جاهز وخلاص. وبعدها بتطلع إيما أوضتها وبتكلم الأخصائية النفسية اللي بتتابع حالتها من ساعة ما أبوها مات، وبتحكي لها على اللي حصل. والأخصائية بتقول لها إنها غلطانة ولازم تعتذر لروب. فبتسمع كلامها وبتروح له الجراج وبتلاقيه بيصلح عربيته، وبتديله عصير وبتعتذر له عن أي حاجة ضايقته منها. وهو يا حرام بيصدق براءتها، بيقول لها إنه مش زعلان منها لأنها زي بنته. وبالليل بتجهز علشان تروح حفلة ستيفاني، وبيكون روب لسه بيصلح عربيته وبيتفاجئ بالنور بيطفي وبيلمح إيما، وقبل ما يخرج من تحت عربيته بتقع على رجله وبيصرخ لحد ما بيفقد الوعي. وبتروح إيما لحفلة صاحبتها وكأن ما حصلش أي حاجة، وبتوصل بعدها كيتي
كيتي وبتقعد معاهم وبيتكلموا، وفي وسط الكلام بتقول إن إيما ما كانش ليها صحاب، وبتفكرها لما وقعتها وسرقت منها الساعة. فبتتحرج إيما وبتتعصب لكن ما بتبينش، وبترد عليها بإنها أكيد غلطانة وحد تاني اللي عمل كده، وبتغير الموضوع. وفي اللحظة دي بتدخل أم ستيفاني وبتبلغ إيما إن روب في المستشفى وهتاخدها لهناك، ولما بتوصل بتجري تواسي عمتها وبتعرف إن حالة روب خطر، لكن لو عدى عليه 24 ساعة هيبقى في أمل إنه يعيش. وبعدها بترجع إيما للبيت وبتاخد سكينة روب تاني وبتهتم بكيت لدرجة إنها ما بتبقاش طايقاه، وهو بكل براءة بيضحك وفاكرها قال إيه يعني بتلعبه. وعمتها بتشكرها على وقفتها جنبها وبتحضنها. وفي المستشفى بيبتدي روب يفوق بعد ما عدى مرحلة الخطر، وبيشاور لأنجلا وتفهم إنه عايز يكتب لها حاجة، فبتجيب له ورقة وقلم وبصعوبة بيقدر يكتب لها إيما، فبتفتكره عايز يطمن عليها. غلبانة قوي. وبترجع البيت وبتبلغ إيما إنه روب حالته اتحسنت وهيخف، فبترتبك إيما وبتسألها إذا كان قال حاجة عن الحادثة، لكنها بترد عليها بإنه مش فاكر أي حاجة. فبتفتكر إيما إنه هو ما شافهاش أصلا يوم الحادثة، وبتطلع وبتبلغ أنجلا إنها هتروح تجهز نفسها علشان بكرة هيختاروا قائدة فرقة الرقص. وبعدها بتخرج من البيت وبتراقب كلب ستيفاني وبتاخده للغابة وبتخلص عليه زي ما شفنا كده في أول الفيلم. وتاني يوم بتروح المدرسة وأصحابها بيقولوا لها إن ستيفاني ما جاتش وتعبانة جدا بعد ما لقت كلبها ميت في الغابة. وإيما طبعا بتمثل وبتعمل نفسها متأثرة عشانها. وفي حصة تدريب الرقص البنات بتنتخب ستيفاني قائدة ليهم، يعني نفس السيناريو بيتكرر معاها تاني لما انتخبوا إيميليو طبعا عايزين تعرفوا إيميليو مين؟ شوفوا الجزء الأول وانتوا تعرفوا. المهم البنات بتنتخب ستيفاني لأنها أفضل واحدة فيهم رغم إنها مش موجودة. وبترجع إيما البيت وهي متضايقة جدا لأنها ما بتحبش حد ياخد منها حاجة هي عايزاها، وكالعادة بتقعد قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها، بس بتفكر في مصيبة جديدة. وبعدها بيوصل روب البيت وإيما بتروح تطمن عليه، ولما بتعرف منه إنه مش فاكر حاجة عن الحادثة بتفرح وبتقوم تساعده وبتجيب له يشرب. وفي المدرسة بتقابلها كيتي وبتقول لها إنها عارفة كل اللي عملته واللي بتعمله، من أول المربية اللي وقعتها على السلم وهي صغيرة لحد جوز عمتها، وبتهددها إنها هتقول للناس على حقيقتها. فبتقول لها إيما بكل برود تبعد عنها أحسن لها علشان ما تحطهاش في دماغها، وبتستفزها لحد ما كيتي بتضربها بالقلم. وبيشوفها توم اللي معجب بإيما وبينده على المدرس وبيعاقب كيتي. وبالليل بتحكي لعمتها على كيتي وبتقول لها إنها بتطلع إشاعات عليها يا حرام وضربتها، فبتحضنها عمتها وبتقول لها إنها هتتصرف. والصبح بتتصل أنجلا بمدير المدرسة علشان يعاقب كيتي عقاب شديد على اللي عملته. وبتدخل عليهم أم ستيفاني وبتكون شغالة دكتورة في نفس المستشفى اللي أنجلا شغالة فيها، وبتقول لها إن ستيفاني اتحسنت لكن الدكتور حذرهم يزعلوها علشان ما يجيلهاش تشنجات، وإنها راحت المدرسة وسابت لها علب الدواء هناك علشان لو تعبت في أي وقت. وبتعرفها إنهم لما رجعوا كاميرات المراقبة شافوا بنت بتسرق الكلب وبتاخده للغابة بس ملامحها مش باينة. فبتطلب منها أنجلا إنها تبعت لها الفيديو. وفي نفس الوقت في المدرسة بيكون في امتحان وإيما بتبعت لستيفاني فيديو على تليفونها وبتضحك لها. ولما ستيفاني بتفتح بتتصدم إنه لكلبها وهو بيموت، وفجأة بيجيلها تشنجات وبتقع. وبسرعة إيما بتاخد تليفونها تمسح الفيديو من غير ما حد يشوفها، ومش بيلاقوا دواء لستيفاني وللأسف بتموت. وبتكون أنجلا بتتفرج على فيديو الكلب وبتتفاجئ بإيما وهي بتاخده وبتروح تواجهها بالفيديو اللي معاها. فبتعيط إيما يا عيني وبتعمل غلبانة وبتقول لها إنها خدت الكلب وسابته في الغابة علشان ستيفاني تدور عليه وما تحضرش انتخابات الرأس، وما كانتش تعرف إن في حد ما عندوش قلب هيخلص عليه. فأنجلا بتهديها وبتحضنها بس بتبقى شاكة فيها. والصبح روب بيكون مع الممرضة وبيسمع إيما وهي بتصفى وبيفتكر إنه سمع نفس الصفارة يوم الحادثة. وبتروح إيما وبتديله أكل علشان أنجلا هتتأخر في شغلها، وبتستغرب إنه بيبصلها بغضب وبيمسك إيديها وبيعرفها إنه افتكر كل حاجة يوم الحادثة وعارف إنها سبب كل المصايب اللي بتحصل، وإنها بتخدع عمتها بوشها البريء ده. وبيعرض عليها إنها تبعد عن عيلته وتروح المدرسة الداخلية مقابل إنه مش هيتكلم ولا يعرف أنجلا بحقيقتها لأنه مش عايز يصدمها فيها، خصوصا إنها بتحبها جدا وبتعتبرها زي بنتها. والغريب إن إيما ما بتنكرش أي حاجة من كلامه وبتوافق على عرضه وبتمشي. وتاني يوم أنجلا بتطمن عليه قبل ما تاخد كيت وتخرج وبتقول
وبتقوله إن عندها مشوار، وبتشوفها إيما وهي ماشية وبيبقى شكلها بتخطط لحاجة. وبنشوف إن أنجيلا راحت لبراين حارس بيتهم القديم واللي ضرب أخوها بالنار لما شافه هيخلص على إيما وهي صغيرة. وبراين بيقول لها إن أخوها كان باين عليه الحزن لما وصل البيت وما كانش باين عليه أي أعراض غريبة تقوله إنه مريض نفسي أو إنه مش طبيعي، وبيعرفها إنه اتفاجئ بيه وهو ماسك مسدسه وبيقول إنه عايز يحمي إيما من نفسها. لكن ساعتها براين ما استناش وضربه بالنار، فبتحزن أنجيلا وبتعيط لأنها ما صدقتش أخوها لما حكى لها اللي بنته بتعمله. وفي نفس الوقت الممرضة بتمشي من عند روب وإيما بتسرق تليفونه، وبتكون أنجيلا بتتصل بيه علشان تحذره، لكن طبعا ما بتعرفش لأن التليفون مع إيما اللي بتتصل بكيتي، وبتقول لها تروح لها علشان حاسة بالذنب وعايزة تتكلم معاها وتعترف لها بكل اللي عملته. فبتوافق كيتي وقبل ما تروح لها بتجهز تليفونها علشان تسجل لها، وبتدخل تقعد معاها وإيما بتديلها مشروب وبتحكي لها ازاي كانت عايزة تخلص على ابن عمتها وجوز عمتها لأنه فكر يوديها مدرسة داخلية وهي اللي سرقت دواء ستيفاني من المدرسة. وفجأة بتحس كيتي بدوخ، تعرف إنها حاطة لها حاجة في مشروبها، وبتتصل إيما بالشرطة وبتصرخ وبتقول لهم إن صاحبتها اتهجمت عليها في البيت وبتولع فيه. ولما بتقفل السكة بتاخد تليفون كيتي وبتقول لها وبتمسح كل اللي اتسجل عليه وبتخرج من الأوضة. وبعدها روب بيسمع صوت ابنه بيعيط فوق وبينده على أنجيلا وما بتردش، فبصعوبة بيقعد على الكرسي وبيحاول يطلع السلم وبتكون إيما شايفاه وبتولع في البيت. وروب بيوصل لسرير ابنه وبيتفاجئ إنه جهاز تسجيل بصوت كيت، وبتظهر له إيما وبتقوله إنه ما كانش لازم يهددها. وبتوصل أنجيلا وبتخرج لها إيما وبتقول لها إن صاحبتها ولعت في البيت، لكن أنجيلا بتقول لها إنها مختلة وكان لازم تصدق كلام أخوها عنها. يا خسارة عرفت متأخر، وبتدخل علشان تنقذ روب لكن للأسف ما بتلحقش وبيموتوا هما الاتنين. والمطافي والشرطة بيوصلوا وبياخدوا إيما وكيت، والأخصائية النفسية بتطمن إيما إن في عيلة كويسة هتتبناه، فبتطلب منها إيما تاخد كيت معاها لأنه الواحد اللي فاضل لها من عيلتها. وبتبتسم إيما ابتسامتها المريبة. ده كان ملخص الجزء التاني من الفيلم، ولو ما شفتوش ملخص الجزء الأول أنصحكم إنكم تشوفوه، هتلاقوا الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وتكتب لنا في التعليقات عن أي أفلام أو مسلسلات حابب إن أنت تشوفهم الفترة اللي جاية.